السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل بسبوسه. هنجيب سميد من عند مستلزمات الحلواني ونعمل بيه بسبوسه. احلى بسبوسه ان شاء الله تطلع من ايدك، وناعمه وطريه وهشه وجميله كمان. هنحط كوبايتين من السكر قدامهم كوبايتين ميه. لا، دقيق السميد بياخد 4 كوبايات. كوبايتين السميد هياخدوا 4 كوبايات عشان ده كوبايه صغيره. انا حسيت ان الكوبايه صغيره فضاعفت الكميه، يعني حطيت 4 كوبايات سكر بالمج الشاي الصغير و4 ميه، وهحط عليهم باكت فانيليا ومعلقه سمنه بلدي وعصره ليمون، لا اما مكعب زبده، ونرفعهم على النار. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا كده حطينا 4 ميه و4 سكر ورفعناهم على النار. وبعد كده هنعاير 2 دقيق، كوبايتين من السميد، كوبايتين كبار، وعليهم نص كوباية جوز الهند وباكيت فانيليا ومعلقة من لبن البودر، وهنحط نص معلقة من البيكنج باودر. نص بس يا جماعة، عشان احنا مش عايزينها كيكة، احنا عايزينها بسبوسة عادي. بس دي المكونات اللي بتتباع في الأكياس، يعني الكيس اللي بيتباع مغلف ومعبى ده بيبقى فيه المكونات دي. وبعد كده هنجيب كوباية الا ربع من الحليب، عليهم معلقتين كبار من العسل النحل او عسل الكلوكوز او عسل تقيل يكون شربات تقيل، وعليهم نص كوبايه من السكر. هندوبهم كده ونرفعهم على النار لحد ما يدفوا والسكر يكون داب. ماشي. انا رجعت ودوبت وحطيت نص كوبايه، فكانت عاليه. ما تحطيش النص كوبايه دي، خليكي بس المكونات على 2 من الكوبايات السميد، 2 كوبايتين دقيق سميد بتاع البسبوسة، وعليهم كوباية الا ربع من السمنة، وعليهم قد ايه؟ كوباية الا ربع من السمنة. وبسيهم كده زي بنفس الطريقة. خلي كل دقيق السميد ياخد من السمنة، يبقى عامل زي حبات الرمل المبلول. الطريقة دي ان شاء الله هتبقى ناجحة معاكي وجميلة قوي. اهم حاجة تبسي البسبوسة الدقيق بتاعها علشان يبقى ايه؟ الطري معاكي وحلو كده. بعد ما قلبناه بصي هتلاقي كل الدقيق مسك في بعضه كده، عامل زي حبات الرمل كده. هيكون اللبن والعسل والسكر بتوعنا دابوا. هنروح مقلبين بيهم البسبوسه. هننزل بقى بكل المكونات، حتى لو في معلقه سكر ما دابتش كده ننزل بيها. بس ان شاء الله يكون كله داب معانا على البوتاجاز. ما يكونش سخن قوي يا جماعه، يكون دافي، يعني اقدر استحمله. لو قلبته بايدي اقدر استحمله. وهفضل بالمعلقه كده اقلب فيه لحد ما كل المكونات تنسجم مع بعض. بصوا يا جماعه، خدي من تحت لفوق، من تحت لفوق، زي ما بوريكي كده. ما تعجنيش زي العجين، لا، من تحت لفوق. وبعد كده حطيته احتاج لبن، يعني انا كده خدت كوبايه وربع من اللبن، كوبايه وربع يا جماعه من الحليب. وهروح جايبه كوبايه زبادي. علشان ايه؟ علشان انا حسيته مش طري قوي، يعني مش مبسوس في بعضه. حسيته كده ناقصه لبن، ناقصه حاجه، فاحلى حاجه ليه كانت الزبادي. وفعلا يا جماعه حرفيا بصدق وبامانه كوبايه الزبادي خلتها تحفه تحفه، احلى بسبوسه، احلى من اللبن كمان. فما تنسيش كوبايه زبادي صغيره وانزلي بيها مع بصي انا هنا بوريكي البسبوسه بقت حلوه وكويسه ومش ناشفه وطريه وجميله وفيها سمن وكل حاجه. بس كوبايه الزبادي دي بصي هتختلف تماما. اول لما تقلبي معاها كوبايه الزبادي هتحسيها حاجه تانية خالص. بصي شكلها هيبقى تحفه. وزي ما قلنا من تحت لفوق، من تحت لفوق كده خفيف، ما تضغطيش قوي يعني. احلى بسبوسه. واحنا كده مع بعض نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي الله ونقول لا اله الا الله. ودلوقتي معايا صينيه دهنتها سمنه كويس، وهروح حاطه فيها. بصوا بقى الشكل اتغير تماما ازاي. ده شكل البسبوسه. الاول كان لونها مش حلو، حلوه وكل حاجه بس مش قوي. بصوا بقى السمك، بصوا نزل ازاي. هو ده بقى المطلوب. انا عايزاكي لما تيجي تعملي حاجه حلوه تشوفيها بعينك الاول، تحسيها كده تمام، خلاص ماشي. وما تخافيش، كل حاجه ان شاء الله تطلع من ايدك جميله وسهله. ومفيش احلى من كده باذن الله. وطبعا مفيش احلى من اي حاجه بنعملها في البيت علشان بتكون ضامنه النظافه بتاعتها، وتكوني ضمناها، وتبقى احلى حاجه حلوه من ايدك ان شاء الله. هخبط بقى كده في الصينيه عشان اظبطها، وهروح ابل ايدي بله كده خفيفه من الميه، واساوي الوش البسبوسه. بص هو متساوي جميل وكل حاجه، بس هنسويه علشان ايه؟ يبقى بص الوش املس كده. ويكون معاكي اي مكسرات بقى موجوده عندك في البيت، سوداني، بندق، لوز، اللي يعجبك الموجود عندك والمتاح، مش موجود برضو مش مهم.
الموجود وما تكلفيش نفسك، وان شاء الله تطلع برضو جميل. هنبتدي كده نديها تزيينه بالبندق والسوداني، دول كانوا موجودين فحطيناهم كده واحده واحده، ونعملهم شكل دايره كده، دايره من جوه دايره لحد ما نخلص الصينيه بتاعتنا. ونبتدي بقى نكون سخنا معانا دلوقتي الفرن على درجه حراره 180. هندخل الصينيه بتاعتنا. طيب الصينيه بتاعتنا تقعد حوالي قد ايه؟ من حوالي 10 دقايق لربع ساعه، مش هتعوق عن كده. لو حسيتي ان الوش لسه ما خدش اللون والجناب بتاعتك احمرت، اكيد كده القعر بتاعك خد لون. تروحي مولعه عليها الشوايه، وتكون العسل البسبوسه سخنه والعسل دافي. ركزي في الحته دي، البسبوسه تكون سخنه والعسل دافي، هيطلع منك احلى بسبوسه واحلى واطعم بسبوسه، احلى من الحلواني ذات نفسه. وتغطيها شويه، تسيبيها قد ايه متغطيه؟ سيبيها 10 دقايق كده متغطيه، ربع ساعه عشان تطلع معاكي طريه وايه، وشربت العسل بتاعها كله، وما تنشفش الوش بتاعها ما ينشفش. يبقى غطي البسبوسه ويكون العسل بتاعنا دافي والبسبوسه سخنه، كده تضمني احلى بسبوسه ان شاء الله. وبعد بقى ما قطعناها، بصي بعد ما هحطها في الطبق شكلها تحفه اقسم بالله. السمك بتاعها عالي، انا لما حطيت 2.5 فعليته، انت بقى خليكي في الاتنين. السمك بتاعها عالي والبسبوسه ناعمه، بصي ناعمه ازاي، احلى بسبوسه. انت من غير والله ما بضغط، بصي جميله وطريه وكلها بسبوسه حكايه يعني. وبصي قعرها لونه حلو ازاي، مش دايسين عليه ولا اي حاجه. وانا عايزه اقولك ما تنسينيش في اللايك والشير وفعلي الجرس واشتركي في القناه، يجيلك كل جديد ان شاء الله. واشوفكم على خير، مع السلامه.